بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. الأهلي خسر بهفوة والزمالك خسر بكبوة. لم يضمن فرحتهم 24 ساعة، والزمالك رد الهدية للأهلي بخسارة الأهلي من بيراميدز. خرج الزمالك خاسرا مكسورا مذلا من فريق صاعد من الدرجة التانية، وللأسف هذا الفريق أخذ الزمالك رايح جاي، فاز عليه في الودية قبل الدوري 1-0، وخسر معاه في الدوري 2-1 مع الرأس. كان ممكن أن يسجل أهداف في الزمالك، كانت ستكون فضيحة مدوية ومزلزلة للزمالك لن يمحوها مر السنين. فوجئنا الأهلي خسر من بيراميدز، ومستوى بيراميدز كان مفاجأة للجميع، لأن بيراميدز كان بتسول فوز أو هدف، كان فريق ممزق وليس له شكل ولا لون، ولكن هدف من ضربة حرة غير صحيحة وتوفيق في وجود الكارتي داخل الصندوق، وتصل الكرة متقشرة والجون التاني من راس لراس، ولعبت الأهلي وقفت تتفرج. ومفيش 24 ساعة بعد التحفيل بتوع البليلة على الأهلاوية إذ هم يخسروا. إذا كان الأهلي خسر من بطل أفريقيا، أما أنتوا خسرتوا من فريق درجة تانية. مفاجأة، ليست مفاجأة خسارة الزمالك، ولكن متابعة لمستوى الزمالك بعيد عن ما يصوروه في إعلام العار إن الحياة وردي. الزمالك أضعف فريق من الفرق الذي قال عنهم الكبار. لك أن تتخيل فريق مثل وادي دجلة تعادل مع بيراميدز بطل أفريقيا وفاز على الزمالك بهدفين بجدارة واستحقاق في نهاية الموسم. الزمالك وبيراميدز في الدوري بالاحتواء والالتواء والتهديدات تجدهم في المقدمة بنفس، وفريق دي ممكن يكون بصراع على الهبوط. هذه الرياضة المصرية للأسف ما نراه من الأحلام الوردية لإعلام العار الزملكاوي الذي لا يظهر عوار وعيوب الزمالك، بل بأسلوبه هذا مؤثر على مسيرة فريق الزمالك في البطولة كل موسم. ولو نظرنا إلى صفقات الزمالك، كان أكتر من 6 أو 7 لاعبين الزمالك متعاقد معاهم لم نراهم إلى الآن، ومنهم سيف الدين الجزيري اللي كان متواجد من الموسم الماضي. أكتر من 6 لاعبين لم يظهروا ولم يكونوا في التشكيل أساسي أو احتياطي. هؤلاء اللاعبين كلفوا الزمالك أكتر من 360 مليون أو 350 مليون 400 مليون جنيه مصري. 400 مليون جنيه مصري. لو بصينا الإدوارد بياخد عمولة سمسرة نصيب 3% من قيمة هذه الصفقات، عمولته تتخطى 12 مليون جنيه. هل هذا المبلغ يصلح